بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتعلم ازاي نعدي التحديات الصعبة في اللعبة دي. حلو. أول حاجة في اللعبة الجديدة، الميزة في اللعبة الجديدة إن في نوعين من أنواع التحديات، في التحديات دي وفي تحديات اللي هي أسهل أصعب شوية اللي هي دي. تمام. ممكن نبدأ نحل مثلا واحد أو اتنين أو تلاتة منها ونشوف التحديات عبارة عن ايه. يعني مثلا لو جينا أول تحدي هنا هنلاقي اللورد كرادر اللي هو ملك القلعة هنا قصاد الكمبيوتر اللورد بتاع الكمبيوتر، وجايب لك هنا اللورد قليل شوية، يعني مش قوي، مش بالقوة اللي هو كده، غير ان هو مديله 2000 بس عملة، انت معاك 4000 عملة، فهو بيميزك شوية عنه في الأول. حتى هتلاقي الهجوم بتاعه طبعا هجوم ضعيف. احنا هنشوف ان احنا هنحاول مثلا نبني القلعة ونحاول نهاجمه في وقت قد ايه. تمام. هنخش على اللعبة كده عادي. طبعا هنبطئ اللعبة في الأول، جيم بلاي اوبشن هنبطئها. بعد كده هنبني البلاط بتاعنا عادي. طبعا أول حاجة لازم نبنيها في أي لعبة هي السوق. طبعا لازم نشتري كمية خشب محترمة، يعني ممكن ال4000 اللي احنا خدناهم دولت نخلصهم على الخشب أو نشتري بنصهم خشب، ده أقل واجب. تمام. طبعا هنبني شوية حاجات دي بخشب برضو، هو حاجات نجارة. هنبني حجر. طبعا قلت لكم الثغرة بتاعت المحاجر في اللعبة اللي فاتت، بس مش شرط، يعني مش شرط طالما عارفين ثغرة نستعملها. هنا هيبقى صعب شوية نستعملها عشان مكان المحاجر ده مش هيساعدنا نوعا ما. تمام. ممكن نبني قلعة هنا، يعني ممكن ناخد القلعة دي كده نبنيها مثلا في الجزء ده اللي هو ممكن يعدوا منه. في مشكلة في الماوس. تمام. ممكن نبنيها هنا الحجورة بتاعتها الأول، واحد هنا واحد هنا، وبعدين نبني السلم. طبعا هنجيب الأرشر دول نحطهم هنا. طبعا هو الأول ما جابش عمال لأن احنا ما بنيناش بيوت، نبني بيوت الأول كتير. طبعا هيبدأ يجيب عمال، دول كمان ممكن نغيرهم نخليهم عمال طبعا عشان نسهل على الموضوع شوية، يبدأ الإنتاج يشتغل. احنا دلوقتي بقينا هنا 72. حلو. في التقييم، فما ينفعش ننزل تحت كده تحت ال50، عشان ساعتها هيوقف إنتاج العمال، مش هيبطل عمال يجي عندنا في الأرض. هنبني المخازن بتاع الأكل عشان ده اللي ممكن يزودنا، هو سبب النقص هو ده إن مفيش أكل. تمام. طبعا هنا في أسود، هو لسه ما بناش، طبعا دي حاجة كويسة. وهنا بيديك تحديات شوية سهلة، التحدي الأول فده سهل شوية نوعا ما. احنا أصلا ممكن ما نبنيش، يعني مش مستاهل إن احنا نبني قلعة ونبني حوارات وكده حاجات كتير، لأن في الآخر احنا ممكن نهاجم أصلا ونكسب. تمام. يعني ممكن أصلا كده كفاية الحاجات دي، ما نحتاجش حاجة تانية، ونهاجم دلوقتي ونكسب عادي. يعني ممكن نسرق لعبة، التحدي أصلا مش مستاهل إن احنا نعمل ده كله. رسام. هنبني مزرعة تفاح مثلا هنا اهيت، زي ما عملتلكوا حرف البي، يعني نحددها ونقف حرف البي، وبعدين نضغط هنا مرة كمان مرة كده، يبقى شغال فيها 2 عمال. حرف البي تاني مرة كمان مرة
كده 3 عمال حرف البي، مرة كمان مرة، كده بقى شغال فيها 4 عمال حرف البي، مرة كمان مرة، كده بقى شغال فيها 5 عمال. تمام، كده في مزرعة واحدة حاطين 5 عمال. طبعا مش محتاج ان احنا نبني 50 مزرعة والجو ده، ممكن مزرعة واحدة كفاية أوي. الفلوس اللي معايا طبعا قربت تخلص، احنا لازم نبدأ نروح نهاجم عنده. طبعا هو أصلا ضعيف ولسه هنبني القلعة بتاعته فيها وقت وكده، لأن احنا طبعا الجيم ده مستوى شوية قليل، فاحنا ممكن نبدأ نهاجم عادي. هو بيحاول يهاجمني هنا أصلا. ممكن نبيع الحجارة ديت كلها، ونبني مثلا نجيب شوية جنود زي دول عشان نخلص الجيم. بس كده الجيم خلص، يعتبر كده الجيم خلص خلاص. هنطلعهم يهاجموه بس. أصلا لو بصينا هنا هنلاقي إن هو خلاص الأموال اللي معاه خلصت، معاه 22 جندي أو 20 جندي، 19. مفيش عدد جنود أصلا عنده. ممكن نخلي دول يهاجموا الحراس دول بحيث إنهم يموتوا والتانيين يوصلوا عادي. مماتوش. لو دول مموتوش الملك هنجيب غيرهم، بس هو كده خلاص يعتبر الملك مات. عموما كده الجيم الأول خلص، وسهل جدا وتافه، مش محتاج أصلا إن احنا نبني قلعة ونقعد نهاجم كتير. يعني هو ممكن في 5 دقايق 3 دقايق 5 دقايق بالكتير أوي نخلصه. هنخش على التحدي التاني اللي بعده. شوف التحدي عبارة عن إيه. أنت احنا 2000 وهو 2000. تمام، وده أقوى شوية. طبعا هنبطئ اللعبة برضو كالعادة، هنعمل تبطيء للعبة، خليها على سرعة 20. والله باك. تمام. لسه هنبني البلاط هنا. هو مكانه هنا. تمام، فممكن نبني احنا مزرعة الأول ومزرعتين، مزرعتين مثلا، خليهم 3 مفيش مشكلة، خلي اعتمادنا على الأكل شوية. نبني نجيب شوية خشب عشان محتاجين نبني بيوت. طبعا مش هيبقى معانا فلوس إن احنا هنبني جنود أصلا، بس ما علينا، هنعمل نفس القلعة برضو. القلعة دي ميزتها إنها بتحمينا شوية من الهجوم بتاعه، أو بتقلل شوية الهجوم بتاعه. نحط هنا، وبرضه نفس الكلام السلم. التحدي ده صعب، يعني ممكن أصعب من التاني شوية، بحيث إن ده هيبقى أسرع. يعني هو هيبني الجيش بتاعه أسرع مننا، وغير إن 2000 مش هيعملوا معانا إحنا حاجة تقريبا. تمام، ممكن ناخد دول نحولهم على ما نبني بيوت. غير إن هو لو استعمل الحرايق، الجنود اللي بتعمل حرايق في الأول، هيبقى صعب إن احنا نصدها. احنا عايزين نعمل أي حاجة تصده في الأول كده. ممكن دولت
أرشر ممكن نوقفهم هنا. ممكن نبني أي فلوس هتيجي بعد كده هنقفل على الجنود اللي ممكن تعمل حرائق بقى. ممكن بعد كده نزود عدد العمال في المزارع، حرف البي زي ما اتعودنا كده 2 عمال، حرف البي تاني كده 3 عمال، حرف البي كام مرة. ممكن ناخد 8 أرشر بس نحطهم هنا عشان لو فكر يجيب اللي هما يعدي أي جنود من اللي بتحرق من هنا، دول يبقوا واقفين شوية. نبيع أي حاجة بقى عندنا خلاص. عايزين برضو نبني حاجة تجيب خشب عشان هنحتاج خشب في الفترة الجاية. كده خلاص معندناش حاجة تقريبا. اوبشن جيم بلاي اوبشن هنسرع اللعبة بقى. أي فلوس هتجيلنا من أي حاجة هنستعملها. ممكن نبيع الأكل الأول كده ونجيب أرشر 2 ب2 كده عشان ايه نمنع أي هجوم في الأول. أي موارد هتجيلنا نستغلها في الأول إن احنا نبني نسكول الأرشر على القلعة عشان لما نهاجم ما هو ميقدرش يهاجمنا. طبعا الأكل ممكن نبيع أكل دلوقتي. هيبدأ يهاجموا. طبعا احنا لازم نوقف مكان الإنتاج بتاعه فهنوديله أحسنه. بس عايزين نبيع الأول شوية حاجات. ممكن نبيع أكل برضو. نبيع الطوب اللي هو الستيل وبعد كده نجيب أحسنه. دولت ضروري نوقفهم هنا يوقفوا إنتاج الطوب ده شوية عشان هو ده هو مصدر الدخل بتاعه. احنا لو وقفنا مصدر الدخل بتاعه خلاص هو اقتصاده هيقع ومش هيقدر يعمل جنود تاني. هو الفلوس اللي معاه دلوقتي قد ايه؟ 15 يعني خلاص هو كان بيعتمد على الحجارة وخلاص كده مش هيبقى في حجارة عنده تاني. نبيع الستيل كله. طبعا احنا مزودين العدد العمال في المحاجر هنا في المزارع هنا. ده فايدنا كتير. هو كده كل مزرعة 4 ممكن نخليهم 5 كمان. كده خلينا لهم 6 عادي هيروح هنا كمان عمال اهوت. كده مش محتاجين نبني جيش كتير كبير عشان نحاربه ان هو كده اوريدي احنا وقفناه الاقتصاد بتاعه. ممكن نوقف جنود هنا برضو
بحيث إن احنا نوقف كمان إنتاج الخشب بتاعه من هنا. نبيع، نبدأ نهاجم بقى خلاص، يعني كده خلاص احنا وقفنا له الاقتصاد، نبدأ نهاجم. نعمل، ممكن نستعمل نفس الجنود دول، أنا دايما بفضلهم إنهم أقوياء. يعني هو على فكرة الجندي ده قوي برضه وكل حاجة، هو الاتنين نفس السعر، بس ده بيقدر يتوصل لك القلعة شوية لو مثلا هو قلعة مبنية. هي طبعا القلعة هنا مش مبنية بنى كامل، بس ده كويس بيقدر يسلك القلعة وكل حاجة. هنضطر نبعت لهم جنود تاني. دي طبعا دي مش اللعبة الإكستريم، فهتلاقي هنلاقي فيها مفيهاش هنا مميزات، مفيهاش مساعدات في الجنب هنا، على عكس الإكستريم اللي كنت بلعب بيها امبارح، هنلاقي فيها مساعدات كتير في الجنب وكده. دول ماتوا. طبعا خلينا في موضوع إن احنا نوقف الحجرة. أوه دخل هنا حرق دول، حرق ده مشكلة، ممكن نبني واحد تاني. خدتش بالي، ما علينا، احنا ممكن نبني ده بحيث إنهم يطفوا الحرائق. نبني ده. محتاج جولد. احنا ممكن نزود الإنتاج. بتاع الستيل الأول. مفيش خشب. هنبدأ نعمل شوية جنود محترمين من ده. خلاص إنتاج الحديد عندنا بقى كتير، فنقدر نبني عدد جنود أكبر عندنا. بدل ما احنا واقفين الجنود بعيد، ممكن نبدأ نهاجمه، نحطهم مثلا في مكان قريب زي هنا. طالما احنا موقفين الاقتصاد فهو مفيش خطر علينا قوي. احنا كده وقفنا له كل الاقتصاد، فسهل بقى قوي نهاجمه. ممكن نغير المرة دي نوع جنود، ودي قوية برضه وكل حاجة، هي بطيئة شوية بس قوية. كده كده القلعة مفتوحة، بس ما شاء الله عنده قلعة مفتوحة على مصراعيها. كده خلاص الجيم التاني يعتبر خلص. هنشوف زميلنا وهو بيموت حزين، طبعا وسط جنوده، على آلاته، وسط أسواره. برضه ممكن يدخل دول جوه عادي، اللي هو احتياطي، فاهم، اللي هو مش كده كده مش هيعملوا أي حاجة، مش هيقدروا يطلعوا يموتوه، بس على الأقل الجندي اللي فوق ده ممكن ينزل لهم. ملحقش ينزل لهم يعني.
خلاص كده مات. كده الجيم التاني يعتبر برضه سهل أوي، يعني سهل مش صعب، بس أهم حاجة لما تيجي تحارب أي حد حاول تدمر الاقتصاد بتاعه الأول. تدمير الاقتصاد هو أساس في تدمير الجيش. تمام. ده التاني، المرحلة التانية. المرحلة التالتة هنبدأ دلوقتي ونشوف هي صعبة ولا سهلة. تمام. أهم حاجة زي ما قلت لكم، ممكن بعض الخدع نستعملها، بعض الحاجات نستعملها بحيث إنها تسهل علينا شوية. هنا بنحارب اتنين قصاد اتنين، يعني أنا وريتشارد قصاد اتنين اللي هو دول السكوربيون. تمام. هما الاتنين أقوياء وإحنا الاتنين يعتبر ريتشارد قوي، وهنشوف دلوقتي هنكسب أو لأ، بس إن شاء الله هنكسب لأن هو مكاننا مش وحش، بس فكرة إن إحنا هنحتاج نأمن مسافة كبيرة شوية. هما موارد عندنا إحنا ممكن أكتر شوية، فده كويس. ممكن نبطئ اللعبة برضه عشان إحنا بنبطئ اللعبة بس لأن الكمبيوتر هو متبرمج على حاجات معينة بيعملها، إنما إحنا كبشر مش متبرمجين، إحنا ممكن في خطوات ننساها أصلا. بس احنا نخلي دايما خطواتنا ثابتة، ان احنا لازم نبني اول حاجة المتجر، وبعد كده نبني البيوت اللي هتجيب العمال، وما ننساش نبني الحاجات اللي هي بتاعت الخشب والمزارع والحاجات دي. المتجر طبعا اول حاجة ديت. هنبني القلعة، هتفيدنا كتير القلعة. طبعا هو في مدخليه من هنا. حاول نخلي القلعة في أبعد مكان هادي. طبعا هو ادينا موارد الحمد لله كويسة لحد دلوقتي. الخشب اللي هو مديهولنا كفاية جدا، مش محتاج إن أنا أشتري خشب. ممكن نبني بقى بيوت في المنطقة دي، نملاها بيوت. خشب خلص. حلو جدا، كمية مدينا كمية مش بطالة. ممكن نشتري ب2000 3 خشب على ما نعمل احنا الإنتاج بتاع الخشب. مثلا احنا خلاص كده اشترينا ب2000 يعتبر. نعمل احنا دول ونكمل بيوت. طبعا النسبة بقت خلاص 73. نوقف دول هنا. وكالعادة دول أنا مبحبش أستعمل الجنود دي، فممكن نستعملهم عادي كجنود عادية، كحاجات عادية. تمام. طبعا هو هنا صعب يهاجمنا من هنا شوية، فممكن يهاجمنا من ناحية ريتشارد، فأنا المفروض أأمن الجزء ده بس. فده موضوع سهل شوية، موضوع إن أنا أأمن جزء صغير سهل شوية. هنبني بقى المخزن بتاع الأكل. نبني كمية كبيرة عشان هنشغل عمال كتير في المزرعة. ممكن نبني بقى جنود، نجيب جنود.
نملى داني أرشر. ممكن نبني ده بس نوقف العمل فيه، يعني نوقف عمال المناجم دلوقتي مش عايزين لحد ما نبني نجيب جنوب، بس نبنيها تبقى جاهزة بحيث إن إحنا وقت ما نشغل العمال نشغلهم خلاص، وقت ما نشغل دول العمال يجي فيها وخلاص. ودي زي ما عرفتكوا الثغرة اللي هنعملها هنا بقى. مش هنعرف نعملها ولا ايه؟ كده خلاص تقريبا عملناها تمام. الثغرة إن احنا نقفل على المخازن دي، نقفل على دول. بس احنا لازم ندخل العمال فيهم الأول تمام. فأنا هقول لكم دلوقتي نعمل ايه. نبقى نفتح مكان هنا ندخل منه العمال ونقفل تاني، بس احنا نبني الجيش ونخلي دول جاهزين كده. هوريكم الثغرة دلوقتي. احنا كده ممكن نسترجع اللعبة عادي، بلاي اوبشن نسترجع اللعبة. المشكلة إن هو أكتر حاجة بيستعملها الناس اللي بتحرق البيوت. فاحنا لازم نبني حاجة تطفي الحرايق لو حصل حريقة. فين؟ هنا اهي. نحطها في وسط البيوت هنا، نحط واحدة هنا وواحدة هنا. مبقاش عندي فلوس. ممكن نبدأ نشتغل بقى. هنكسر جزء هنا ونشغل دول عادي. خلاص العمال كلهم هيخشوا وبعدين نقفل عليهم. نقفل بقى المكان. ممكن نفتح ده برضه بحيث العمال يخشوا فيه. نقفل بقى كل الطوب اللي احنا فتحناه ده. تمام. قفلنا كل الطوب. هنعمل بقى ايه؟ نبني دول هنا. نعمل اوبس انا غلط هنا. الجاموس نبنيهم في اي مكان، كده كده هيتحمل عليهم بتاع على طول. انا بص الجاموس دلوقتي
هيتحمل عليهم البتاع اوريدي على طول ويطلعوا هنا. فدي افضل حاجة. الثغرة التانية بقى حرف، نقف هنا حرف البي، نقف هنا تاني حرف البي تاني 3 مرة وبعدين نضغط تاني، نشغل حرف البي هيجيب لهم عمال تانيين. حرف البي نوقف الشغل ونشغل، هيجيب عمال تاني يشتغلوا فيها. حرف البي نوقفها ونشغل. بس نلاقي كده عدد عمال كبير اشتغل في المزارع دي، اللي هي إنتاج هنا التفاح زاد شوية. احنا ممكن نبيع بقى بحيث إن احنا نبدأ نعمل جيش قوي. ممكن نبيع الأكل ده كله عشان هو هيبقى إنتاج الأكل دلوقتي هيزيد بكميات كبيرة شوية. تمام. ممكن بقى نبدأ نعمل جنود إن احنا نبدأ نحارب. طبعا زي ما قلت لكم هنحارب في الأول، يبقى نحارب الأماكن اللي فيها ندمر الاقتصاد الأول وبعد كده نحاربه. نوقف إنتاج دول وده تبعنا. ده ريتشارد، ده ريتشارد. ريتشارد بيهاجم هنا، ممكن نهاجم معاه عادي. نزود شوية أرشر عشان إيه نأمن المكان. عايزين جولد. الاقتصاد بتاعه لازم يدمره. ممكن يبيع الخشب عشان واخد مساحة كبيرة، يبيع الحجارة كلها، يبيع كل حاجة. خمر والعياذ بالله. بص احنا كده نبيع كل حاجة. ممكن برضو نفضي مخازن الأكل ديت. تمام. هنفضيها خالص كده، يعني كده كده عندنا الإنتاج بتاع الأكل هما قايمين بالواجب وزيادة. عندنا المزارع 8 مزارع، كل مزرعة شغال فيها 6، فكده كأننا عندنا 48 مزرعة. تمام. صور المزارع دي جميلة جدا وبتفيد جدا. هنجيب دول نكتر منهم على قد ما نقدر عشان نوقف بقى الاقتصاد بتاعه هنا. وهنا رايح هاجم ريتشارد.
دول خلاص وصلوا. الاقتصاد بتاعه تقريبا احنا كده أثرنا عليه شوية. نشوف مين أضعف واحد دلوقتي. أضعف واحد اللي هو الأصفر، اللي هو اوريدي ريتشارد بيهاجمه تقريبا. اللي هو اوريدي ريتشارد بيهاجمه، ده أضعف واحد دلوقتي، ودول كلهم رايحين عشان يدافعوا عنه، فأنا ممكن أهاجم من نفس المكان اللي بيهاجم منه ريتشارد. أحط شوية جنود هنا. دول كده كده هيموتوا، بس عايزين عشان نموت الأرشر بتوع دول نموت أكبر عدد منهم. احنا ممكن نعمل حل حلو جدا، نبني عدد كبير من دي، ونوقف الشغل فيهم عشان نستعملهم نعمل كل اللي هيطلعوا منهم كجنود. تمام. هنستعمل كل اللي هيطلعوا منهم كجنود. كده ممكن نوقف شغل دلوقتي، نعمل بقى عدد الجنود اللي احنا عايزينه اللي هو 70 جندي. خلاص المخرج بيتحول لجنود دلوقتي اوريدي. في الاكستريم، النسخة الاكستريم لازم الجنود دي تروح للمكان هنا عشان تحولها جنود. نشغلهم تاني عادي. دول كده 100 جندي، ممكن بقى نحطهم هنا عادي نحارب بيهم عادي. تمام. مشكلة ان هو بيرمي دلوقتي حاجات بتحرق جنود، فده اللي مأثر شوية.
خلاص هو بنسبة كبيرة احنا موتنا عدد كبير من الجنود وموتنا معظم الأشرار. ونار. المهم هنكمل عشان نموت بقية الجنود الباقية. نموت ده وده كده بنسبة كبيرة تتدمر. تمام، تتدمر كده خلاص. نبعت جنود تهدم مع التاني، مع ريتشارد. أو ممكن نبعت الجنود اللي هتمر من فوق دي، اللي هتعدي من فوق. تمام، ممكن نوقف ده وننتج عدد جنود كبير. احنا النهارده في الفيديو ده مش هنحارب، مش هنعمل معارك كتير يعني، ممكن دي يكون آخر حاجة نحارب فيها. تمام، وكده أكون وريتكم بس اللي هو إيه، نعدي كل حلقة أو كل مرة نعدي 3 تحديات مثلا. ده كده خلاص مات وريتشارد قتله. باقي ده طبعا قوي شوية. ده قوي ولا حاجة. احنا ممكن برضو بنفس الطريقة نفس الأسلوب نعمل دول كده. ما عندناش حاجة نشغلها، ما عندناش فلوس نعمل بيها جنود. فهنعمل كده، نبيع كل دول، نبيع كل الحاجات اللي عندنا، كل الأكل بالذات. تمام، وبعدين نعمل جنود كده. تمام كده هننتج عدد كبير جدا من الجنود، اللي هو تقريبا 80 جندي، لأن احنا عندنا 60 واحدة من دي. ممكن ناخد بقى الأحصنة دي كلها نروح بيها عند مكان الاقتصاد بتاعه، بحيث إن احنا نوقف الاقتصاد وبعد كده نبدأ نهاجم عادي. احنا بس نشغل دول الأول، نروح عند مكان الاقتصاد بتاعه. المكان اللي شغال الاقتصاد فين؟ هو اوريدي أصلا ريتشارد ما يتوصاش بدأ يهاجم. احنا أصلا واقفين له أماكن اقتصاده هنا، بس ممكن نهاجم مع ريتشارد. نقف احنا هنا مثلا وأجريسيف برضه. في جنود هنا المفروض واقفين هنا، ممكن نجيبهم هما كمان. مم. كده خلاص نجيب بقى دورهم جه، إن ريتشارد اوريدي كسر له القلعة بتاعته. الجيم ميعتبرش صعب برضه قوي، لأن أصلا اوريدي ريتشارد اللي معايا قوي، عكس مثلا ما يجيب لك اللي معاك اللي هو اللايز بتاعك ضعيف. ف انت هنا بتحارب لوحدك كأنك مضطر انك تساعده. انا في بعض الاحيان اللي زي دي لما بلاقي مثلا اللي معايا ضعيف واوريدي انا لازم اساعده، كل شويه ابعت له جنود وابعت له مش عارف ايه وبرضه مش عارف يعمل حاجه. فانا بقيت استسهل في موضوع ان مثلا اللي هو ضعيف اسيبه يموت، اسيبه يموت واحارب لوحدي احسن،
احسن ما اتعب نفسي ومش هعرف اهاجم. فانا اسيبه يموت خالص وانا احارب انا بقى. فين الجنود دلوقتي؟ فوز هنا. بنشوف مع الخريطة هنا، يعني انت بتشوف الجنود بيتحرك على الخريطة هنا، يعني الخط الأحمر ده. خلاص هو كده يعتبر مات. تمام كده، كده خلصنا الجيم التالت. وكده خلصنا الحلقة بتاعت النهاردة. طبعا انتوا خلاص عرفتوا الثغرات المفروض يعني. الثغرات الجديدة هقولها لكم. احنا دلوقتي لحد دلوقتي عارفين 3 ثغرات. الثغرات الجديدة ان شاء الله هقولها لكم في الفيديو الجاي. هقول لكم كمان ثغرتين او 3 ثغرات تانيين ان شاء الله في الفيديو الجاي. تمام. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، واتمنى انكم تشتركوا في القناة، وطبعا يا ريت لايك جميل كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.